كان اخر حاجه بس السيركيليشن كانت عندك اللي هي بتاعت ال والدي 4 بتاعت ال والدي 4 بتاعت السايكل ستراكشر. هو بيقول لك في الكتاب ال والدي عملها لك ال بيتا جلوكوز والالفا دي جلوكوز. هو بيقولها لك جلوكوز. هو اللي عندي ده جلوكوز، الرسمه دي جلوكوز ولا جلوكوز جرانوز؟ فانت صراحه الكتاب عندك لها الفا دي جلوكوز او البيتا بعيدة عربية شوية، يعني بعيدة شوية عشان تكون الرسمة نفسها بس على المركب بتاعي الفا دي جلوكوز او بيتا ال جلوكوز. لو كده ركزنا في الرسمة دي شوية هنلاقي ايه؟ ال جلوكوز بتاعي بيتعمل ازاي؟ ادي الجلوكوز اهوت 6 كربونات، وادي ده الجلوكوز اهو ادي اتش. ال بتاعتنا الاو اتش بس من الناحيه اللي هتبقى ناحيه الشمال، والباقي كله ال بتاعنا ماشي كده. يا نهار ابيض، انا ليا مكان هناك الدوز، ليا مكان هناك. طب انا ده بنسميه هو الايه؟ الجلوكوز. طيب عايزه اخليه بيتا جلوكوز بيرانوز، اعمل ايه؟ يبقى تاخد نمبر 5 هاخد الايه؟ لا بسرعة اتش ديت ماشي بعدين بس ولا اي حاجه كده. اهو بتاعتي هنا اهو ادي او اتش وادي ايه؟ وادي اتش. يبقى ده اسمه ايه؟ البيتا جلوكوبيرانوز. البيتا ايه؟ جلوكوبيرانوز. طب عايزه اعملها هاورز فورمولا. احنا قلنا في الهاورز فورمولا كل الايه؟ كل الليفت اب وكل الايه؟ كل الرايت داون. ده في الهاورز. بس الهاورز اللي هي الدي 4، لكن الهاورز ال 4 البيتا هي اللي هتبقى داون والالفا هي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى يعني في النقطه الوحيده هي عكس بالظبط. بس العكس في الالفا والبيتا، مش العكس في الباقي كله. يعني في الباقي كله نفس القاعده، كل الرايت داون وكل الايه؟ كل الليفت اب، ما عدا الكربونه بتاعت الالفا والبيتا. هي دي بس اللي هنعكسها في ال، هي دي بس اللي هنعكسها في ال. الالفا رايت تبقى داون، ده الطبيعي في الدي، لكن في ال لا. انتوا سامعيني كويس؟ ولا انا حاسه ان انا مش سامعه نفسي؟ لكن في ال لا، البيتا مش كده، انا حاسه ان انا مش سامعه. خلاص بقى بدات تصح. لكن عندنا في البيتا زي ما اتفقنا، البيتا في ال بقى يعني ال 4 البيتا هي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى داون، والالفا هي اللي هتبقى اب. ده بتتعكس في دي بس. تمام؟ طب تعالوا نعملها بدايه كده الهاورز فورمولا. البيت كان ما بين 1 و5. تمام؟ نكمل بقى كده 2 3 4 وادي ال5 بتاعتي. خلاص؟ عند الكربونه نمره 1 اللي هي فيها الايه؟ الالفا والبيتا. ده البيتا والالفا ده بيتا. البيتا المفروض في الطبيعي لو هو دي زي ما اتفقنا البيتا الى العكس، عشان هو ال يبقى البيتا داون، يبقى او اتش وادي اتش. برضه نفس الكلام هنا. يعني هعمل بقى الباقي الطبيعي بتاعي اللي انا عارفاه. كل الشمال ايه؟ اب وكل اليمين داون. فالشمال عندك يبقى او اتش داون وبعدين ادي اتش، وهنا تبقى اليمين هتبقى داون برضه. صح كده؟ انا اللي عكست. ايوه انا اللي عكست. يبقى هنا الاو اتش وهنا الاتش وادي الاو اتش وادي الاس. عند 4 هتبقى الاو اتش هي اللي فوق عشان ايه ده وادي الاتش. كربونه نمره 5 السي اتش 2 او اتش هي دي اللي بتبقى داون. ماشي؟ هتبقى داون وادي الاتش ايه؟ وادي الاتش بتاعتنا. لا هنا دي في ال 4 بتفرق. يبقى في ال 4 عندك بيفرق حاجتين. مش قوي 4 مفروض لا صح، احنا قلنا الليفت ايه؟ ليفت اب والرايت داون. ما هو كله كده ماشي، بس هو تفرق بس الالفا والبيتا هي اللي بتتعكس في ال. الالفا والبيتا بس هي اللي بتتعكس في ال 4. تمام؟ ولو هي في ال 4
البيتا جلوكوبيرانوز. البيتا جلوكوبيرانوز هو خد بالك في الكتاب البيتا جلوكوز، لا هي جلوكو ايه؟ جلوكوبيرانوز. تمام؟ ايه؟ السبعة استنى. لا الامثله اللي عندك في الكتاب هي اللي عليك، احنا ما بنديش امثله كتير، انت بس مطالب باللي موجود عندك في الكتاب بس. خلاص؟ عايزه اخش في الموضوع جرايد ريبورت. دايما اكتب كربونه نمره 6 اكتبها اكتر، لكن في ال اكتبها داون. ماشي؟ هي معكوسه في ال والدي. كربونه نمره 6 تبقى اب لو هي في الدي 4 هاول سكوربر. كربونه نمره 6 تبقى داون لو هي من ايه؟ ال 4 في ايه؟ في هاول سكوربر. بعد كده قلنا البيوتا روتيشن اللي قلناها المره اللي فاتت. قلنا البيوتا روتيشن. البيوتا روتيشن معناها زي ما اتفقنا ايه؟ سبونتينيوس تشينج. كلمه سبونتينيوس يعني تغير تلقائي. التغير التلقائي ده بيحصل امتى؟ لما اجيب سوليوشن معين او باودر معين من الماده بتاعتي. الباودر دي بعمل لها فريش بريباريشن. كلمه فريش بريباريشن يعني ايه؟ باخد الباودر دي بتاعت الجلوكوز مثلا، ودي بنعملها في اللاب عندنا. باخد الباودر دي وابتدي ادوبها في الايه؟ في السوليوشن بتاعي. اول ما بدوبها المفروض ان هي تبتدي يحصل في تشينج ما بين الالفا والبيتا فورم. يعني بيحصل يعني تشينج ما بين التو فورمز، ما بين الالفا وما بين البيتا. جزء يبقى الفا وجزء يبقى بيتا. اثناء التكوين دوت جزء الفا وجزء بيتا، لو خدت البيتا لوحدها وفصلتها بتديني سبيسيفيك روتيشن معينه، ولو خدت الالفا لوحدها وفصلتها بتديني سبيسيفيك روتيشن معينه. طيب خدت الميكشر ده على بعضه وسبته ايه على البنج كده، سبته بساعه ساعتين. وبعدين واخدت الميكشر كله على بعضه وحطيته جوه الايه؟ الكلورومتر، وقيس السبيسيفيك روتيشن بتاعته. هتديني السبيسيفيك روتيشن بتاعت الدي جلوكوز اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي 52.5 بالبلس، اللي هي الدكسترو ايه؟ دكسترو روتيشن. يبقى معنى كلمه ميوتا روتيشن ده عباره عن تشينج بيحصل اثناء ما كان السوليوشن بتاعك لسه فريش بريبير، لكن بعد ما تسيبه شويه على البنش وتاخده على بعضه دوت وبعدين تبتدي تقيسه تاني، هتلاقي السبيسيفيك روتيشن ديت اختلفت وثبتت على كده. يعني هي بتختلف والميكشر ده بيثبت على هذا. الميكشر ده عباره عن ايه؟ زي ما اتفقنا بروتين في البيتا 4 وتولد في الالفا 4، وبيبقى تريسز من الايه؟ من الالدهايد ايه؟ الالدهايد. فكلمه ميوتا روتيشن دي خطوه بتحصل قبل السبيسيفيك ايه؟ قبل السبيسيفيك روتيشن. وعندي كونديشنز ثابته اللي هي درجه حراره 20 وبتبقى ليها كونسنتريشن معين. تمام؟ في اي مشكله دلوقتي في الميوتا روتيشن؟ طيب بعد كده جايب لك الانفورمانس بتاعت المونوساكرايد. دي قرايه، دي قرايه بس. دي مجرد ما هي الا تقراها فقط، ما فيهاش اي حاجه. يقول لك الفراكتوز ده الفروت شوجر، والجلوكوز دوت اللي هو النيب شوجر، والكلام ده كله موجود فين والكلام ده. يعني دي جاست اللي انت بتقراها. انا اللي يهمني دلوقتي اللي هي المونوساكرايد ديريفيتيف. المونوساكرايد ايه؟ ديريفيتيف. المونوساكرايد ديريفيتيف دي معناها ان دي عباره عن مولكيول بطلعها من المونوساكرايدز عن طريق رياكشنز معينه بدخل المونوساكرايدز فيها. يبقى عن طريق رياكشنز معينه بدخل المونوساكرايدز فيها وتديني المونوساكرايد ديريفيتيف. من ضمنهم حاجه اسمها، اول حاجه هناخدها النهارده اللي هي ايه؟ اللي مكتوب باللون الاحمر، اللي هي شوجر اسيد، اللي هي الايه؟ السكريات اللي هي الحمضيه، السكريات الحمضيه. الشوجر اسيد دي اللي هي اول واحده، اللي هي عباره عن بقسمها ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها الدونيك اسيد. انا هاخد في المونوساكرايد ديريفيتيف بتاعتي اول حاجه اللي هو الايه؟ الالدونيك اسيد. اخد بس فانا في المونوساكرايد ديريفيتيف هاخد اول حاجه الشوجر اسيد. وبعد الشوجر اسيد اول حاجه هاخد الالدونيك اسيد. طيب بالالدونيك اسيد او بالشوجر اسيد انا هنا بعمل ايه؟ بعمل اوكسيديشن. اوكسيديشن يعني ايه؟ اديشن اوف اوكسجين. يبقى انا هضيف ايه؟ هضيف اوكسجين. تفتكروا هتضاف لانهي كربونه او انهي فانكشنال جروب او انهي جروب؟ هتبقى
جروب بتاعت الالدهايد اضيف لها اكسجينه واحده فبحول الالدهايد بتاعتي الى كربوكسيليك ايه جروب. كربوكسيليك جروب ده هو الايه الاسيديك ايه الاسيد بتاعي. يبقى انا هحول السي دبل بوند او اتش بتاعتي هضيف لها اكسجين هتتحول الى سي او اتش وده بسميه الايه الالدونيك ايه الالدونيك اسيد. اذا الشوجر اسيد ده نتيجه الاديشن اوف اكسجين او اوكسيديشن اوف ذا فانكشنال ايه اوكسيديشن اوف ذا فانكشنال جروب. تمام. طيب لو مسكنا الجلوكوز مثلا وحطيت له اللي هو الاكسجينه دي فبالتالي بحول الجلوكوز لحاجه اسمها جلوكونيك اسيد. هو اسمه الدونيك يبقى هو اسمه ايه جلوكونيك. بدل جلوكوز هيبقى ايه جلوكونيك اسيد. الرمز بتاع الجلوكونيك اسيد دوت مفروض عليك المفروض ان انا احفظه كويس. كل اللي انا بعمله ايه بحول الالدهايد هو بحفظ الجلوكوز عادي بس جاست ان انا بحول الالدهايد جروب بدل سي دبل بوند او اتش بحولها الى سي او اتش بس خلاص. يبقى انا حولت كده الجلوكوز الى ايه جلوكونيك اسيد. طب تيجي لك في الامتحان ازاي بطريقتين. يا اما اقول لك اكتب الكيميكال فورمولا اوف جلوكونيك اسيد يا اما يجيب لك الجلوكونيك اسيد يقول لك ايه رمز دوت ده عباره عن ايه يا اما يقول لك what is the chemical nature of gluconic acid. اقول له aldonic acid sugar acid monosaccharide derivatives carbohydrate. يبقى what is chemical nature of gluconic acid هنقول ان هو aldonic acid sugar acid monosaccharide derivatives من ايه من الكربوهيدرات. تمام. اكتبه على البورد الجلوكونيك ولا سهل؟ سهل ما فيهوش حاجه جاست ان انا هحول على طول السي دبل بوند او اللي اتفقنا عليها ديت اللي هي بتاعت الفانكشنال جروب بتاعتي بحولها الى سي او اتش. نفس الكلام لو انا خدت الجلاكتوز بتاعي لو انا خدت الجلاكتوز رمز الجلاكتوز انا حافظه هضيف له بس الاكسجينه ديت وبرضه هحط الاكسجينه ديت عند الكربونه الاولانيه واحول السي دبل بوند او اتش الى كربوكسيليك جروب اللي هي سي او اتش فاحول الجلاكتوز الى جلاكتونيك اسيد الى جلاكتونيك اسيد. What is chemical nature of galactonic acid? برضه aldonic acid, sugar acid, monosaccharide derivative carbohydrate. طيب دي اول حاجه اللي هو الايه الالدونيك. في حاجه ثانيه اهم منه اللي هي اسمها ايه يورونيك اسيد. دي اول واحده نمبر ايه الالدونيك. نمبر بي اليورونيك اسيد. اليورونيك اسيد هنا لما بعمل الاكسيديشن بتاعي انا هنا بعمل اوكسيديشن بار. هنا بقى مش اديشن اوف اوكسجين لا ده انا بضيف اكسجين وبريموف معاه هيدروجين الاثنين بيحصلوا مع بعض. بعمل اديشن اوف اوكسجين اند ريموفال اوف هيدروجين. ده هيحصل فين؟ هيحصل عند البرايمري الكول جروب. عند البرايمري الكول جروب اللي هي مين؟ التيرمينال اللي هي التيرمينال. فلو ناخد بالنا كده عند الجلوكوز بتاعنا اهو ادي الجلوكوز اهو عند البرايمري الكول جروب هشيل الهيدروجين بتاعي اللي هو الاثنين هيدروجين دول وهضيف بداله بس واحده اكسجينه وهحول الجلوكوز الى جلوكيورونيك مش جلوكونيك. جلوكونيك ده اللي هو في الالدونيك لكن في الجلوكوز بنسميه جلوكيورونيك اسيد وده مهم جدا. الجلوكيورونيك اسيد ده مهم جدا هناخده بالتفصيل ان شاء الله في اخر ليكتشر الاسبوع ده. حاجه اسمها الجلوكيورونيك اسيد ده بيخش في تكوين حاجه اسمها جاكس. حاجه اسمها ايه جاكس. الجاكس دي اللي هي بنسميها اللي هي اختصار جلايكوزامينوجلايكاز اللي هي بتخش في تكوين حاجات كتيره قوي جوه جسمنا. يبقى الجلوكيورونيك اسيد ده مسالك عليه what is the chemical nature of glucuronic acid هتقول ان هو يورونيك اسيد من الشوجر اسيد اللي هي monosaccharide derivative. الفانكشن بتاعته هنقولها بالتفصيل ان شاء الله في الجاز. لما نيجي نوصل للجاز هنقول ان هو بيخش في تكوين حاجه اسمها الجاز وهتخش في تكوين حاجه ثانيه كمان بس دي هناخدها في البروتين حاجه اسمها جلايكوبروتين. حاجه اسمها ايه الجلايكوبروتين. زي ما احنا كاتبين كده ان البرايمري الكول زي ما اتفقنا بتاعت المونوساكرايد بيحصل لها اوكسيديشن عشان تكون الكورسبوندينج يوريك اسيد. فالجلوكوز بيتحول الى جلوكيورونيك يبقى الجلاكتوز يتحول الى ايه جلاكتيورونيك اسيد. ودول بيخشوا في تكوين اللي هو زي ما اتفقنا البوليساكرايدز اللي احنا هناخدها في اخر الاسبوع ده اللي هي الجاكس. على حسب ما يحصل الاكسيديشن برضه على حسب الكونديشن اللي انت بتحط فيها المولكيول بتاعك. في حاجات اوكسيدايزنج ايجنت لما بتيجي تعمل اوكسيديشن جاست بتعمل اوكسيديشن للفانكشن
فانكشنال بس، فساعتها هوصل للاندونيك اسيد. لكن ممكن اعمل اوكسيديشن للبرايمري الكول برضه بحاجات معينه او اوكسيدايزنج ايجنت تاني بيعمل اوكسيديشن للبرايمري الكول جروب فيديني الجلوكيرونيك او اليورونيك اسيد او الجلاكتيرونيك. لا شلت 2 هيدروجين وضفت لها واحده اكسجين بس. في اللي هي البرايمري الكول بشيل 2 هيدروجين وبحط الاكسجين، لكن في الفانكشنال بضيف الاكسجين فقط. تمام؟ اللي هي بتاعت الايدو معلش فيها حاجه يبقى ما نسالش فيها. ماشي؟ احنا علينا بس الجلوكيرونيك والجلاكتيرونيك اسيد. حد مش فاهم حاجه في اللي انا قلته؟ انا لسه هقول بقى. في دلوقتي ثالث واحد اسمه الداريك اسيد، في واحد ثالث اسمه نمبر سي اللي هو الالداريك اسيد. الالداريك اسيد هنا بقى بعمل اوكسيديشن للاثنين مع بعض، للفانكشنال زي ما هو قال بالظبط، بعمل اوكسيديشن للفانكشنال جروب وبعمل اوكسيديشن كمان للبرايمري الكول جروب. يبقى الالداريك اسيد هنا اللي هو عباره عن المونوساكرايدز اللي فيها الالدهايد جروب او الفانكشنال مع البرايمري الكول هما الاثنين بيحصل فيهم اوكسيديشن. يبقى اكيد كربونه نمره 1 وكربونه نمره 6 هيبقى فيها الكربوكسيليك جروب اللي بنسميها COOH وCOOH في الاخر. تمام؟ دوت اللي هو الالداريك اسيد. وهنا ساعتها الجلوكوز بيديني حاجه اسمها اللي هي جلوساريك اسيد اللي هو بنسميه الجلوساريك اسيد. والجلاكتوز كان بيديني حاجه اسمها برافو عليك، اللي هي الميوسيك اسيد اللي هي كنا بنسميها اللي هي الكيتو كومباوند اللي هي كانت ما تلاقيهاش اوبتيكال اكتف، اللي هي كانت اوبتيكالي اكتف علشان الفيرست هاف بتاعها ميرور ايمج للسكند هاف، فبالتالي بيكنسلوا بعض، فبالتالي ما بيبقاش اوبتيكالي اكتف. ايه الفرق ما بين اول نوعين؟ الفرق ما بين اول نوعين ان انا اول نوع اللي هو الالدونيك اسيد بعمل اوكسيديشن للفانكشنال اللي هي السي دبل بوند او اتش. تمام؟ لكن تاني نوع اللي هو اليورونيك بعمل اوكسيديشن للبرايمري الكول اللي هي اخر كربون نمبر 6. بحول الكربون نمبر 6 الى من CH2H الى كربوكسيليك اللي هي COH. ثالث نوع ان انا بعمل اللي هي الالداريك ان انا هنا بعمل اوكسيديشن للاثنين مع بعض، للالدهايد جروب وللايه اللي هي الفانكشنال يعني، والثانيه اللي هي البرايمري الكول جروب. تمام؟ هنا الاكزامبل بتاعك اللي هو الجلوكوز يتحول الى جلوساريك اسيد والجلاكتوز يتحول الى ميوسيك اسيد، والاثنين عليه والاثنين كفورمولات كفورمولات عليه. طب تعالوا بقى ده اللي نكتبه على البورد. لو انا عندي الجلوكوز بتاعي اهو 4 5 6 CH2H الالدهايد اللي هي الفانكشنال والبرايمري الاثنين مع بعض. طيب ادي الجلوكوز بتاعي اهو، لو جيت حولته الى الدونيك اسيد اعمل ايه؟ اروح شايله اضيف بس اضيف COOH يعني بس ان انا بضيف الايه؟ بالاو اتش دي سوري بضيف الاو فقط. تمام؟ يبقى بقت الكربوكسيليك بتاعتي. تمام؟ طيب بقى اسمه كده ايه؟ ما هوش جلوكوز كده، بقى اسمه دي جلوكيرونيك اسيد. دي جلوكيرونيك اسيد سوري جلوكونيك اسيد، انا اسف، دي جلوكونيك اسيد. طيب هشيل كده واجي على اخر واحده هعمل اوكسيديشن يعني هريموف 2 هيدروجين وهضيف واحده اكسجين، يبقى ده اسمه دي جلوكيرونيك اسيد. تمام؟ طيب هعمل ان انا هعمل اوكسيديشن ان انا ادي COOH ومع دي كمان COOH اللي هي الدايكربوكسيليك ديت، يبقى اسمه دي جلوسيريك اسيد. دي جلوسيريك اسيد. تمام؟ وات از ذا كيميكال نيتشر؟ سواء ده او ده او ده كلهم شوجر اسيد مونوساكرايد ديريفاتيف، وكل واحد احطه تحت الجروب بتاعته سواء الدونيك او يورونيك او الداريك اسيد. تمام؟ اخر حاجه في الشوجر اسيد حاجه اسمها الاسكوربيك اسيد. فنمبر دي عندي الاسكوربيك
التجاري بتاعه فيتامين سي، اللي هو الاسم التجاري بتاعه فيتامين سي. فيتامين سي دوت عباره عن كربوهيدرات. انهي نوع من انواع الكربوهيدرات؟ اتيز شوجر اسيد مونوساكرايد. فلما اسالك وات از ذا كيميكال نيتشر اوف فيتامين سي هتقول لي ده نوع من انواع الشوجر اسيد اللي هو تبع المونوساكرايد ايه؟ تبع المونوساكرايد ديريفاتيف، بيتصنع في كل المعمل ما عدا احنا، ما عدا الهيومن ما بيتصنعش جوه الهيومن بادي، لان مفيش فيتامينز بتتصنع جوه الهيومن بادي. فالفيتامينز ده باخدها سبلمنتس من الاكل او سبلمنتس من الادويه، فلازم الفيتامينز بناخدها من الاكل او من الادويه، لان الفيتامينز ما بتتصنعش في جسمنا الا شويه فيتامينز صغيرين كده هتعرفوهم ان شاء الله في سنه ثانيه. تمام؟ يبقى فيتامين سي وات از كيميكال نيتشر اوف فيتامين سي، ده ما عليكش الفورمولا بتاعته، ده مش عليك الفورمولا بتاعته، ده تعرف بس الفيتامين سي الاسم العلمي بتاعه الا اسكوربيك اسيد. الا اسكوربيك اسيد ده وات از كيميكال نيتشر اوف ايه؟ هتقول ان هو عباره عن شوجر اسيد من المونوساكرايد ديريفاتيف. cannot be synthesized in our body, but it can be synthesized in كل المعمل ما عدا ايه؟ ما عدا الهيومن بادي. تمام؟ لا خالص، هو بس تعرفي الكيميكال نيتشر بتاعته فقط. الفيتامين سي نعرف الاسم العلمي اللي هو الاسكوربيك اسيد والكيميكال نيتشر بتاعته بس. فورمولا لا، الاستراكشر بتاعه مش عليه، ما انا عارف بس مش عليه. جلاكتيرونيك عليه موجود، جلاكتيرونيك مش موجود. خلاص اللي موجود في المخ ده بس هو اللي عليك يا ولاد. حتى لو جلاكتيرونيك مش موجود خلاص اللي عليه ده بس هو اللي عليه. بس الاسكوربيك لا، احنا لحد دلوقتي الاسكوربيك ما خدناهوش، مش عارفه كلام. الاسكوربيك ما خدناهوش اللي هو بتاع السيتوكينوز الاولاني خالص. السيتوكينوز اول واحد خالص السيتوكينوز. بعد كده تاني واحد في المونوساكرايد ديريفاتيف اللي هو الشوجر الكحول. فاول واحد كان الشوجر اسيد، تاني واحد اللي هو ايه؟ الشوجر الكحول. في الشوجر اسيد كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل اوكسيديشن. في الشوجر اسيد كنت بعمل اوكسيديشن. عندي في الشوجر الكحول هعمل ريدكشن يعني addition of hydrogen، فانا هعمل addition of hydrogen. فتاني حاجه اللي هي في الشوجر الكحول هعمل addition of ايه؟ hydrogen. هضيف الهيدروجين فين؟ في الفانكشنال جروب. هحطها فين؟ هحطها في الفانكشنال جروب. طب تعالى نشوف الجلوكوز كده لما نضيف له الهيدروجين في الفانكشنال جروب يحصل ايه؟ هنعمله بقى كله، هاخد الناس دوت. اما اجي اضيف 2 هيدروجين في الفانكشنال جروب اعمل ايه؟ هشيل الدبل بوند ديت واحط الاتش بتاعتي هنا واحط الثانيه هنا، يبقى سي اتش 2 او اتش. يبقى انا حولت الفانكشنال جروب الى ايه؟ برايمري الكول جروب. انا حولته الى برايمري دي عشان كده اسمها حتى ايه؟ برايمري الكول، عشان هو اسمه شوجر الكول. تمام؟ فحولته الى برايمري الكول جروب. الجلوكوز اما يتحول الى شوجر الكول بنسميه ايه؟ بنسميه سوربيتول. بنسميه سوربيتول. خلاص؟ يبقى الجلوكوز بتاعنا بيتحول الى سوربيتول. خلاص؟ هتلاقي مكتوب لك الكلام اهو تاني سطر. لا، سوربيتول از الكول اوف جلوكوز. تمام؟ لسه هنكمل الكلام بقى، هقول اصبروا بس دقيقه واحده. خلاص؟ طب تعالوا بقى نشوف المنوز بتاعنا بيتحول الى شوجر الكول تاني اسمه مونسيتول. بيتحول الى شوجر الكول الى مانيتول، الى مانيتول. المنوز بتاعنا كان بيترسم ازاي؟ يبقى المنوز بتاعنا كان رقم 2 و3، الجلاكتوز هو اللي 3 و4. ماشي؟ فانا هرسم المنوز 3 4 5 6 ده كان ايه؟ كان المنوز.
عايزه احوله الى شوجر الكحول. الشوجر الكحول بتاعه كل اللي انا بعمله ان انا بضيف اثنين هيدروجين، بفتح الدبل بوند واحط الاو اتش بتاعتي وكده سي اتش 2 اتش، حولتها الى برايمري الكحول جروب، يبقى سميته ايه؟ مانيتول. يبقى سميته ايه؟ مانيتول. تمام؟ What is the chemical nature of sorbitol or mannitol؟ شوجر الكحول مونوساكرايد كربوهيدرات. كويس قوي. تعالوا بقى نشوف الفراكتوز هيعمل ايه. الفراكتوز بتاعنا احنا اتفقنا لما باجي اعمل ريدكشن او اديشن اوف هيدروجين بضيفها فين؟ عند الفانكشن. تمام؟ 4 وادي الاو اتش بتاعتي وادي الدبل ايه؟ الدبل. هحط زي 2 هيدروجين بتوعي، هشيل الدبل بوند دي واحط الاتش هنا ويبقى كده هو اتش وادي الاتش بتاعتي. تمام؟ كويس. وهنا سي اتش 2 و اتش. خلاص؟ الشكل ده بتاع مين من الدول؟ بتاع السوربيتول. برافو عليك، لان انا عندي هنا او اتش وهنا اتش. بتاع مين؟ بتاع السوربيتول. طيب لو كانت الدبل بوند بتاعتي دي هي اللي هنا وادي الاتش، اعمل ايه؟ هضيف الاتش بتاعتي هنا. خلاص؟ يبقى الشكل ده اللي هو بتاع مين؟ بتاع المانيتول. عشان كده الفراكتوز بتاعك يديك اثنين فراكتوز، جزء منه يتحول الى مانيتول وجزء تاني يتحول الى سوربيتول. ولو تعالوا نرجع لما جينا قلنا التايبس اوف ايزومرز، لما قلنا الالدوز كيتوز ايزومرز، قلنا ساعتها الفراكتوز مع الجلوكوز والفراكتوز مع مين؟ مع المانول. تمام؟ عشان كده هما الفراكتوز دي الفانكشنال جروب بتاعته تعرف تتحول الى منوز او تعرف تتحول الى ايه؟ الى الجلوكوز عن طريق انها تعمل الايه؟ الشوجر الكحول بتاعه. تمام؟ اعيد تاني؟ الاثنين بيحصلوا مع بعض. يعني جزء من الفراكتوز نفسه جزء منه يتحول الى سوربيتول وجزء منه تاني يتحول الى ايه؟ مانيتول. يعني مش كل الفراكتوز الاقيه يتحول لسوربيتول واجيب حول الفراكتوز تاني واحولهم كلهم، لا. جزء الفراكتوز ده نفسه اما اجي بضيف له هيدروجين جزء منه يعمل اللي هو المانيتول وجزء تاني يعمل السوربيتول. تمام؟ بيحصل ازاي؟ قلنا الشوجر الكحول عندنا منهم هو اخر واحد بقى اللي هو مكتوب لك في الكتاب بس مش مكتوب لك الفورمولا بتاعته، اللي هي تحويله الجلاكتوز الى دولسيتول. تحويله الجلاكتوز الى دولسيتول. ولو تاخد بالك من الاسم كلمه اول في الاخر دي يعني ايه؟ يعني الكحول. يبقى الالكحول او الشوجر الكحول بتاعك بيتكون عن طريق الاديشن اوف هيدروجين تو ذا فانكشنال جروب. هنا بقى خلاص مش بقول مره فانكشنال ومره برايمري تيرمينال والكلام ده كله، لا. كلها هنا بتحصل فين؟ في الفانكشنال ايه؟ في الفانكشنال جروب. كل اللي بيحصل ان انا باخد الجلوكوز بتاعي باجي هنا على الالدهايد جروب بفك الدبل بوند واحط الايه؟ واحط الاتش بتاعتي واحط الاثنين هيدروجين بتوعي. تمام؟ ده بالنسبه للجلوكوز. نفس الشيء في هنا في اللي هي المنوز، نفس الكلام. بفك الدبل بوند بتاعتي واروح حاطه الايه؟ الاثنين هيدروجين ايه؟ الاثنين هيدروجين بتوعي. تمام؟ تعالوا بقى نبص على مين؟ على الفراكتوز. ادي على الفانكشنال جروب بتاعتي هنا ايه؟ اللي هي الكيتو جروب او الكيتون جروب. يعني لو الدبل بوند بتاعتي الناحيه دي خلاص هفك الدبل بوند واحط الاو اتش وهنا الاتش، فلاقيها كونت لي نفس المولكيول بتاع مين؟ بتاع السوربيتول اللي هو تحويل الجلوكوز نفسه الى ايه؟ الى سوربيتول. ولو كانت الاو اتش بتاعتي الناحيه الثانيه برضه نفس الكلام، هلاقي انها كونت الاو اتش ديت وهنا الاتش كونت لي اللي هي انا كونته هنا المانيتول. وده عرفناه اصلا ان ممكن يحصل ايه؟ لان هم اصلا ايزومر لبعض. الجلوكوز هو ايزومر للمنوز والجلوكوز برضه هو ايزومر لمين؟ للفراكتوز. الفراكتوز ايزومر للجلوكوز والفراكتوز ايزومر للمنوز. من ناحيه مين؟ من ناحيه الفانكشنال ايه؟ جروب. مش هتفرق ساعتها حاجه، حتى لو كده هتخلي هنا الاو اتش ولا الاتش 2 برضه هي في الفراكتوز دايما. يحصلوا الاثنين مع بعض. ما هي بقى احنا اتفقنا الاورينتيشن بتاعت الدبل بوز اول ديت سواء يمين او شمال بتختلف في الايه؟ في ثلاثيه الابعاد عن اللي احنا اوريدي بنقوله. بس لما لقينا ان هو فعلا بيتحول عرفنا ان هو
الجليسرول ده اللي بيكون لي حاجه اسمها الدهون الثلاثيه اللي هي بنسميها تراي اسيد جليسرول. تراي اسيد، تراي يعني ثلاثه، اسيد يعني فاتي اسيد زي ما احنا هنعرفها بعد كده ان شاء الله. الجليسرول ده هو الجليسرول بتاعي. الجليسرول ده بيجي من ايه؟ ان هو عباره عن الالكحول بتاع مين؟ بتاع حاجتين، واحد اسمه جليسرالدهايد اللي هو الماتر كومباوند بتاع مين؟ بتاع الالدوزيس، واحد تاني اسمه داي هيدروكسي اسيتون اللي هو الماتر كومباوند بتاع مين؟ بتاع الكيتون. انت وانت في البيت اقعد كده وارسم الجليسرالدهايد وارسم الداي هيدروكسي اسيتون واعمل لهم ريدكشن وهما الاثنين هيطلعوا نفس المولكيول بتاعك اللي هو الجليسرول. رمز الجليسرول اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الجليسرول ده عباره عن 3 كربونات لان هو شوجر اسيد سواء بتاع الاسيد اللي هو الجليسرالدهايد او داي هيدروكسي اسيتون، فعباره عن CH2OH والOH وادي الاتش وادي CH2OH. لو احنا شلنا الاثنين هيدروجين من هنا وحطيت دبل بوند انا كده مين؟ داي هيدروكسي اسيتون، هروح حاطه الاثنين هيدروجين بتوعي يبقى انا لقيت ايه؟ الجليسرول اللي هو الشوجر الكول اوف داي هيدروكسي اسيتون. طيب لو انا دوله اللي هو سي دبل بوند او ودي اتش ده اسمه ايه؟ دي جليسرالدهايد. عايزه اعمل له ريدكشن احط الدبل بوند بتاعتي يبقى CH2OH، يبقى انا برضه وصلت لمين؟ لنفس المولكيول بتاعي اللي هو الجليسرول. عشان كده قلنا ان الداي هيدروكسي اسيتون والجليسرالدهايد هما الاثنين ايزومرز لبعض عن طريق مين؟ الالدوز كيتوز ايه؟ ايزومر. هما ايزومرز لبعض عن طريق الفانكشنال جروب بتاعتهم او الالدوز كيتوز ايه؟ ايزومر. ده اول حاجه الجليسرول. ده انا بقول لكم عملت رحتكم في البيت ما فيهاش حاجه، هو نفس اللي انا لو انا شلت ديت اهي وادي سي دبل بوند ده اسمه ايه؟ داي هيدروكسي اسيتون. ضفت له 2 هيدروجين هضيفه على الفانكشنال جروب واروح حطها كده خلاص وصلت للجليسرول بتاعي. تمام؟ طيب لو هي كده سي دبل بوند او كده بقيت مين؟ جليسرالدهايد. هضيف الاثنين هيدروجين بتوعي، هضيف واحد هنا بس احط الدبل بوند واضيف هيدروجينه ثانيه هنا خلاص برضه بقيت وصلت لنفس المولكيول بتاعي اللي هو الايه؟ الجليسرول. What is chemical nature of glycerol? sugar alcohol monosaccharide carbohydrate. ما اهميه الجليسرول؟ يخش في تكوين التراي اسيد جليسرول وحاجه اسمها فوسفوليبيدز دي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الليبيد كيمستري. تاني واحد حاجه اسمها رايبيتول، من اسمه كده رايبيتول يبقى ده الشوجر الكول بتاع مين؟ بتاع الريبوز. طب الريبوز 5 كربونات، الفانكشن جروب بتاعته بتاع كربونه نمره 1. هشيل السي دبل بوند او والاتش افكها واحط الاثنين هيدروجين حولتها الى برايمري الكول، هو ده الرايبيتول. ما اهميه الرايبيتول؟ اهميته انه بيخش في تكوين حاجه اسمها فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 دوت اللي هو اسمه ايه؟ رايبوفلافين. اسمه ايه؟ رايبوفلافين وهناخد ان شاء الله بالتفصيل في سنه ثانيه. تمام؟ يبقى وات از ذا كيميكال نيتشر اوف رايبيتول؟ sugar alcohol monosaccharide carbohydrate. What is the importance of ribitol? Component of vitamin B2 اللي هو الرايبوفلافين. اخر واحد حاجه اسمها مايونيزيتول. المايونيزيتول دوت الفورمولا بتاعته مش عليك برضه، المايونيزيتول الفورمولا بتاعته مش عليك بس بيجي في الامتحان في سؤال يقول لك المايونيزيتول دوت موجود فين؟ هتقول ان هو موجود في الانيمال تيشو. ده موجود فين؟ موجود في الانيمال تيشو. هو واحد نوع من انواع الايزومرز بحاجه اسمها سايكلوهكسان. سايكلو يعني ايه؟ سايكليك ستراكشر. هكسان يعني ايه؟ ست بالظبط كده. يبقى هي سايكليك ستراكشر والسايكل دي عباره عن 6 اضلاع. تمام؟ وهيدروكسيليتد يعني كلها ايه؟ هيدروكسيليتد جروب اللي هي الاو اتش والاتش. بالتالي المايونيزيتول دوت مهمه في جسمنا بحاجه اسمها فوسفوليبيدز. هناخدها في الفوسفوليبيدز بس هناخده كاسم مش هناخده كفورمولا، هناخده كاسم فقط. بيكون لي حاجه اسمها فوسفاتايدل انيزيتول. فوسفاتايدل انيزيتول ده مهم في تكوين السيل ممبرين بتاع جسمنا. مهم في تكوين السيل ممبرين بتاع جسمنا. تاني مايونيزيتول
تعرف ان هو بس موجود في الانيمال ايه؟ في الانيمال تيشو، ما هوش في البلانت. موجود في الانيمال تيشو، موجود في السيل ممبرين في الانيمال تيشو في صوره ايه؟ في صوره فوسفاتايد انيزيتول. يعني هو لوحده كده المايونيزيتول مش لوحده بيتكون، لا لازم يكون شابك في حاجه اسمها فوسفوليبيد عشان يكون مع بعض فوسفاتايد الايه؟ فوسفاتايد انيزيتول عشان بيخش تكوين السيل ممبرين. قال لك في حاجه ثانيه مشابهه له بس هنا بقى موجوده في البلانتس، موجوده في البلانتس اللي هو الفايتيك اسيد. الفايتيك اسيد ده شبيه المايونيزيتول بس موجود فين؟ في البلانتس مش موجود في الانيمال. الفايتيك اسيد ده اللي هو موجود في الشاي، اللي هو موجود فين؟ في الشاي، اللي هو الايه؟ الفايتيك اسيد والتانيك اسيد كل دوت موجود في الشاي اللي احنا بنشربه. وجدوا ان الفايتيك اسيد ده بيعمل انهبيشن للابسوربشن بتاع مينرالز معينه زي مين؟ زي الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون، زي الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون بيعمل لهم انهبيشن، يعني انهبيشن الابسوربشن بتاعتهم، يعني بيقلل الامتصاص بتاعهم جوه الجسم. وبيكون لما بيتحد معاهم بيجي يعمل حاجه اسمها انسوليبل سولت. طالما انسوليبل يبقى بالتالي ما ينفعش انها تمشي ايه؟ في السيركيوليشن، فبالتالي ايه؟ الجسم بيتخلص ايه منها. علشان كده دايما يقول لك بعد ما ناكل ما نعملش ايه؟ ما نشربش شاي بعدها. ليه بقى؟ علشان الفايتيك اسيد الموجود جوه الشاي اللي احنا بنشربه ده يبقى فيه بيعمل ايه؟ على طول بيتحد مع الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون، بس طبعا ما تسمعش الكلام يعني. مع الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون الموجود في الاكل اللي احنا اكلناه. اول ما بيتحد معاهم بيعمل انهبيشن ابزوربشن، يعني ما يعملهمش من الانتستين يوديهم على الايه؟ على السيركيوليشن. يعمل لهم انهبيشن بيتحد معاهم يعمل حاجه اسمها انسوليبل سولت. اول ما يتحد معاهم يعمل انسوليبل سولت ده بيبتدي الجسم يخرجهم ويحصل لهم اكسكريشن، وبالتالي انا كده ما استفدتش من الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون اللي انا ايه؟ اخدتهم في الاكل. ليه اتذكرت الحته دي بتاعت الفايتيك اسيد مع هنا؟ لان زي ما قلت لكم هو مشابه لمين؟ للمايونيزيتول. بس المايونيزيتول زي ما اتفقنا ده موجود في الانيمالز، لكن الفايتيك اسيد ده موجود في البلانت. طيب تيجي الحته دي ازاي بقى في الامتحان؟ سايكل يعني سايكل ستراكشر اكس يعني 6 فوسفيت معاهم 6 فوسفيت. تمام؟ خلاص الحته دي بتجيلك في الامتحان on biochemical basis explain يعني وضح كيميائيا اللي هي الفايتيك اسيد اللي هو اظهار الهازاردس مثلا او اللي هو يعني اسمها ايه؟ يعني بيعمل ضرر مثلا او حاجه جوه جسمنا، وهنشرح له الحته دي ان الفايتيك اسيد دوت بيعمل بايندنج مع الكالسيوم والمغنيسيوم والايرون الموجود في الفود، بيعمل لي انسوليبل سولت، فبالتالي جسمي ما بيقدرش ايه؟ يستفيد منه. تمام؟ او يقول لك برضه وات از كيميكال نيتشر اوف مايونيزيتول اللي اتفقنا عليه ان هو عباره عن شوجر ايه؟ شوجر الكحول بس موجود فين؟ في الانيمال ايه؟ في الانيمال تيشو. بصوره ايه؟ بصوره فوسفاتايد انيزيتول. هي دي بس الحته اللي تهمني. لكن حته الاستراكشر بتاعته او ان هو سايكليت مش عارفه سايكل هكسان هكساتوسين، لا كل ده مش مهم. اهم حاجه ان هو في الانيمال تيشو، ان هو موجود في الايه؟ في الانيمال تيشو فين؟ في صوره فوسفاتايد انيزيتول. تمام؟ اللي هو الفايتيك اسيد. فاحنا مش علينا الاستراكشر بقى. هي الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الجليسرول والرايبوزول. رسمنا الجليسرول، الرايبوزول طبعا سهل ترسموه لوحدكم بقى. اتفقنا المايونيزيتول مش علينا الايه؟ الاستراكشر بتاعه. اخر حاجه هنقولها النهارده اللي هي ديوكسي شوجر. هنقول ديوكسي شوجر وخلاص. ودي تقريبا قلناها في مره كده، فاكرين؟ لما احنا بنضغط عليه.
يبقى يا رايبوز يا زيلوز، كل الاوتشات الناحيتي يبقى ده رايبوز، والاوتش بفور ذا لاست السودرايت يبقى انا دي رايبوز. تمام؟ الدي رايبوز دوت المفروض ان انا هعمل له هحوله الى دي اوكسي، يبقى انا هشيل بس الاكسجينه اللي في كاربون نمبر 2. الكاربون نمبر ايه؟ 2. فهسميه 2 دي اوكسي رايبوز. انا هسميه ايه؟ 2 دي اوكسي رايبوز. 2 دي اوكسي رايبوز ده ايه اهميته؟ اللي بيخش لي في تصنيع الدي ان ايه. طب هو لو قال لك في الامتحان ماشي ده 2 دي اوكسي رايبوز، طب انا عايزه اقسمه في الهاورز فورمولا، تبقى صعب عليا؟ هو عاملها لك هنا في الفيورانوز، يبقى كاربون نمبر كام وكام؟ 1 مع 4. امسك 1 اهي مع كاربون نمبر 2 يبقى ادي ايه؟ ادي الفيورانوز بتاعي. لو قال لك في الهاورز فورمولا ارسمها له، بس هنا ساعه الهاورز لازم يحدد لي الفا ولا دي. هو عاملها هنا، يعني انا عاملاها هنا على البوست الفا، لكن هو عاملها لك في الكتاب اللي هي البيتا، بس ما تفرقش. هنرسمها مثلا في الفا ما بين 1 و4 زي ما اتفقنا، يبقى الاكسجين في النص 1 و4 على الجنبين، وادي 2 3 وادي الرقم. نمره 1 اللي هو اتش تو ذا رايت يبقى داون. اما لو كانت ال4 طبعا لو كانت ال4 مش دي 4 ساعتها هتبقى ايه؟ ال اتش هي الايه؟ الاب. تمام؟ شوفي كده مش عارفه صفحه 33 ما احنا قلنا ان احنا قلناها قبل كده مره بس بنعيدها تاني. خلاص؟ طب فرقها نمرة 2 هتبقى ايه بقى؟ ها 2 اتش زي ما هي ما فيهاش اختلاف، عشان كده سميتها 2 دي اوكسي. هنسميها نمرة 3 الاتش دي تبقى داون. فرقونا نمرة 4 دي تبقى داون برضه. لا سوري 4 اتش وادي سي اتش 2 اتش بتاعته تبقى ناحية. ده سميته ايه؟ الفا دي رايبو فيرانوز. الفا دي رايبو فيرانوز. لو عايزاه بيتا دي بس هتبقى الناحية دي كده تبقى بيتا دي رايبو فيرانوز. تمام؟ لا سوري 2 دي اوكسي. 2 دي اوكسي بيتا دي رايبو فيرانوز. 2 دي اوكسي بيتا دي رايبو فيرانوز. تمام؟ في مشكله يا ولاد كده؟ اخر واحد ال فيوكوز، اخر واحد اللي هو ال فيوكوز. لما اجي اشيل اكسجين اشيل من كربون الهيدروجين بس. ال 4 ما ده لسه قايلين حاجه. لو انا في ال 4 هقلب السي اتش 2 اتش هي اللي تحت. تمام؟ وحاجات الالفا بدل ما كانت داون هتبقى اب، وحاجات البيتا بدل ما هي
فبالتالي لازم ارسم ال جلاكتوز الاول. يبقى دوت اللي هو ال جلاكتوز بتاعي، وهشيل منه زي ما اتفقنا اخر واحده بس، اخر اكسجينه كربون نمبر 6 هتبقى CH3، وساعتها هسمي ده ايه بقى؟ 6 ديوكسي ال جلاكتوز. ده التفسير بتاعه 6 ديوكسي ال جلاكتوز، وكل ده على بعضه اسمه ال جلوكوز. يبقى ده 6 ديوكسي ال جلاكتوز